السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعلوا الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو النهاردة هنتكلم فيه عن السكري من النوع الخامس، اكتشاف جديد في عالم السكري. أعلن عنه رسميا في مؤتمر الاتحاد الدولي للسكري 2025، وهو يغير فهمنا لأسباب السكري عالميا. يصيب من 20 ل 25 مليون شخص في آسيا وأفريقيا، ويمثل تحديا صحيا جديدا. الفئات المتأثرة هم الأطفال والمراهقين بدول منخفضة الدخل. ينتشر في المناطق التي تعاني من نقص الموارد، وهو نوع جديد مرتبط بسوء التغذية المزمن وليس السمنة. يعرف علميا بسكري نقص الإنسولين الشديد. الفرق بين النوع الخامس وأنواع السكري الأخرى في أنه لا يرتبط بالسمنة. يختلف عن النوع الثاني الذي يرتبط بالسمنة وأنماط الحياة غير الصحية، ولا علاقة له بالمناعة. لا يرتبط بمناعة الجسم مثل النوع الأول، ولا يعد مرضا مناعيا ذاتيا. يسبب خللا في البنكرياس، يحدث بسبب ضعف تطور البنكرياس نتيجة سوء التغذية المزمن في سن مبكرة. من الأسباب الرئيسية لحدوث النوع الخامس هو سوء التغذية المزمن، مثل نقص العناصر الغذائية الأساسية خلال فترة النمو، وخلل في خلايا البنكرياس مثل تأثر خلايا بيتا المنتجة للإنسولين، وعوامل وراثية أيضا مثل وجود استعداد وراثي قد يزيد من خطر الإصابة. الفئات الأكثر عرضة للإصابة هم الأطفال في المناطق الفقيرة ومنخفضة الدخل، وخصوصا في عمر من 5 إلى 15 سنة، وهم الأكثر تأثرا. والمراهقون الشباب النحفاء الذين يعانون من نقص موارد غذائية مستمر. ومقاومو العلاج البعض لا يستجيب للعلاج التقليدي للسكري من الأنواع الأخرى. والمجتمعات الفقيرة مثل سكان المناطق التي تعاني من الفقر ونقص الخدمات الصحية. طرق التشخيص وطرق التمييز هي مثل الفحص السريري، مثل وجود تاريخ مرضي يتضمن سوء تغذية مزمن، وقياس مستوى السكر في الدم بشكل متكرر. الفحوصات المتخصصة مثل فحص وظائف البنكرياس، وقياس مستوى إفراز الأنسولين بدقة عالية. واستبعاد الأنواع الأخرى كتحليل الأجسام المضادة للنوع الأول، وقياس مقاومة الأنسولين للنوع الثاني. من العلاج والتحديات، وهي إعطاء الأنسولين قد يشكل خطرًا بهبوط السكر الشديد، ويتطلب مراقبة مستمرة. التركيز على إدارة الغذاء المتوازن، وتوفير البروتينات والفيتامينات الأساسية. تثقيف المرضى وأسرهم بطبيعة المرض، وتعليم مهارات الرعاية الذاتية. ودعم مجتمعي وأسري ضروري لتحسين النتائج وتوفير الموارد للعائلات الفقيرة. الخلاصة والتوعية المجتمعية تكمن في رفع الوعي، مثل نشر المعرفة حول هذا النوع في المجتمعات الفقيرة، وتدريب الكوادر الصحية، والتشخيص المبكر في اكتشاف الحالات في مراحل مبكرة، وتطوير فحوصات بسيطة وفعالة، وأبحاث مستمرة لتطوير علاجات آمنة، ودراسات حول الوقاية من المرض. إلى هنا كنتم معنا في هذا الفيديو. أرجو أن نكون قد أفدناكم، وإلى أن نلتقي في فيديو جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.